لكم كل الأخبار الباهية. قبل ما نبداو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رجعت لكم في فيديو جديد وفي روتين جديد ودبارة جديدة إن شاء الله يعجبكم. بالرغم اليوم الطقس تشوفوا شنو صار فيه اليوم. الطقس ما نحكي لكمش برد، عجاج حسيلو، ربي يلطف بينا وكهو. بالرغم هذاك الكل ديما تلقاوني متشجعة وديما تلقاوني في فورمة وديما تلقاوني بكل طاقة إيجابية. إن شاء الله البنات يعجبكم الفيديو ومرحبا باللي دخلوا معانا جدد الكل. نورتوا عائلتي الصغرونة، مرحبا بيكم. وكل واحدة كتبت لي كومنتير ولا حطت لي جيم ولا عملت لابوني، ان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يسعدك دنيا واخرة، وان شاء الله تكبر عائلتنا وتولي عائلة كبيرة، وان شاء الله ما تشوفوا مني كان الخير. البنات فقط تقريب 7 على صوت الريح، ما نحكي لكمش ريح 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 ما شاء الله قوة ربي عظيمة. حبيت نعمل شوية فطاير بما انه عطلة والصغيرات يحبوها. نخليها تخمر ونمشي نقضي عندي معناها قضية الدار هكا لين هي خمرت. حسيل باش نعطيكم ريسيت تاع الفطاير ناجحة 100%. نجم تعمل بيها الفطاير، نجم تعمل بيها فريكاسيت، نجم تعمل بيها معجنات بصفة عامة. شنو المكونات؟ حتى ناخذوا شوية حليب دافي، ماذا بينا نعجنه بالحليب لانه هو الحاجة الاساسية اللي باش تخليك الفطاير متاعك ولا المعجنات ناجحة بالكدا. خذيت شوية حليب دافي، خذيت مغرفة سكر، وخذيت خميرة متاع جاتو هكا كما يعادل مغرفة قهوة، وخميرة خبز، وفنجان زيت صغير، والحليب هو اللي باش نعجنو بيه. باش نحطو الفارينة ونحطو شوية ملح. هذه وصفة نستعملها للفريكاسي، نستعملها للفطاير، للمعجنات بصفة عامة. كان نتوما شاهين باش تعملوا بريوش في الفور، نفس المكونات اللي شفتوهم باش تزيدوهم تقريبا 150 جرام زبدة في الاخر تعجنوها بالزبدة، معناها زبدة مش ذايبة، تحطوها مكعبات هكا مقصوصة تكون بحرارة المطبخ، ويجيكم أبن بريوش. وإن شاء الله تو نعملوه مع بعضنا ونعطيكم الرسيت بالتفصيل الممل. حسيلوا البنات وتشوفوا الطقس كيفاش وتشوفوا الحالة اللي لقيت فيها الدار. ما نحكي لكم الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يعطينا الصحة وربي يقدرنا ديما باش نكونوا في افضل حال وباش نقدموا احسن ما عنا. ان شاء الله البنات يعجبكم الفيديو وان شاء الله تتفاعلوا معاه، على خاطر الفيديو متاع امس ما خذيش تفاعل بالكدا به. هاي خليني نكمل نعجن عجينتي ومن بعد باش نحط شوية زيت في الصحفة ونغطيها ونخليها تخمر. حليت الفور شوية سخن وبعد طفيته ما خليتوش يشعل، وباش نحط فيه العجينة باش يكون معناها البلاصة اللي باش نحطوها فيها دافية، على خاطر الطقس بارد ما هيش باش تخمر بالسهل. وباش نعملها فطور الصباح هكا علاش لازم تاخذ وقت هكا شوية وتخمر بالكدا، وهي الفطاير ما تجيكش ناجحة كان ما تاخذ وقتها في الخمرة. وتو نزيد نفسر لكم بعد كيفاش. باهي البنات نغطيها بالبابي سولوفان ولا بالبلاستيك الغذائي ولا حتى ساشي، ما تحيروش اللي موجود عندكم غطيو به، ومن بعد نحط منديله وكما قلت لكم باش نحطها في الفور. ديجا هي طفيتها معناها ماهيش تشعل تو اما دافيه وكهو. هاكا هزيتها للفور من بعد وجيت باش نوريكم شنو الحالة اللي صايرة اليوم في الدار. شوفوا البنات الغبرة والتراب ما نحكي لكمش، فماش بلاصة ما فيهاش تراب. الشبابك تعباو، الفيراندا تعبت، الطاولة اللي نفطر عليها يا ناري على طاولتي نفطر عليها تعبت، رسات لي اليوم فطرت الداخل. اصلا هو طقس ماهوش ملائم باش تفطر لبرا. شبابك البنات ما نكذبش عليكم اليوم ما مسيتهمش. علاش؟ على خاطر الطقس بطبيعته مازال ياسر غبره وياسر عجاج. حتى الفيراندا مانيش باش نسيقها باش نمسح هكا، الطقس ماهوش ملائم. شوفوا هكا، تشوفوا كمية التراب اللي موجودة والكراسي والطاولة والدنيا كلها معبية تراب. ان شاء الله ربي يلطف بينا وكهو، ان شاء الله ربي يلطف بينا. طقس مسحب ما غير مطر، كان ترى كهو الحمد لله على كل حال. مع انه طقس هكا بتشوفوا برد عجاج ريح 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 مش نورمال.
وبالرغم من هذاك متشجعة، وبالرغم هذاك روتين بكله حماس وبكله حيوية. نحبكم تتشجعوا معايا، اللي عندها حاجة باش تقضيها، ولا اللي تحب تنظم كوجينتها، ولا عندها باش تطبخوا، حسيلوا تتشجعوا معايا على القضية. هكاكا ما تبخلوش، وإن شاء الله ربي يديم علينا الصحة. ديما البنات استغفروا، ديما ادعيوا بالستر وادعيوا بالصحة. إن شاء الله ربي يسترنا دنيا وآخرة، وربي يبقي علينا الستر زايدة وعلى وليداتنا وبنياتنا. وإن شاء الله ربي يفرج على كل مريض، وربي يفرج علينا من هالوباء بصفة عامة. الحمد لله هي قاعدة تحسن، الحمد لله يا ربي. ومحليكم البنات، محلى تعليقاتكم، والله كلامكم ياسر ياسر فرحني. بصراحة معناها حتى القناة ما تنجحش ولا قدر الله بالطبيعة، وحتى كان ما مشيتش ولا بطات، راهو تعليقاتكم وكلامكم اللي تكتبوه لي محلاه محلاه محبة الناس، ومحلاه كي هكا واحدة تجي تكتب لك دعوة مزيانة ولا كلمة مزيانة. ان شاء الله ربي يخليكم ليا، والله بالحق محليكم محلاكم محلاكم ومحلى قلوبكم. ديما القلب الباهي والقلب اللي يتمنى لك الخير من غير ما يعرفك من أحلى الحاجات في الدنيا وأجمل الحاجات في الدنيا إنه ربي ينعم عليك بحباب ولا بأصدقاء ولا بناس مش من دمك، مش من جيرانك، لا ما يعرفوا عليك حتى شيء غير صوتك وشوية من معناها فيديو، شوية وقت من حياتك ماهوش مبرتاجيو معاكم. معناها مانيش مبرتاجي معاكم في نهار كامل، في بعض الوقت من حياتي ومعناها وصوتي اللي قاعد يوصل لكم. ومع ذلك شفت من قلوبكم كان المحبة وكان الاحترام، وبالحق شكرا لكل واحدة منكم على حبها واحترامها وعلى كومنتير مزيان منها. ان شاء الله ربي يطيح بينا كان الناس الباهية، وربي يطيح بينا بنات الحلال ولاد الحلال يا ربي. هاوكا البنات كملت الفيراندا كما شفتوا. مسحتها ما صيقتهاش، مسحتها كهو وتعديت عندي دبش باش نغسله، هكا حطيته في الغسالة باش يتغسل. وتوا جينا للعجينة متاعنا، نشوفوا ما شاء الله خمرت بالكدا. وتوا باش نقسمها، باش معناها باش نعملها فطاير. كان تحبوا تعملوها فريكاسي ان شاء الله في الفيديو الجاي نعمل معاكم الفريكاسي بنفس العجينة اللي عملناها اليوم، بما انه عطلة كان ندللوا الصغيرات شوية بالحاجات اللي يحبوهم. البنات كيما تشوفتوا هكا كيفاش باش نقصها. راهي تجي صغيرة على الاخر الكعبورة، على خاطرها معناها تجيك خشينة الفطاير. ماذا بيكم يكون وزنها معناها ولا مقياس متاعها باهي، مش كبيرة ومش صغيرة. حتى تشوفوا قد شنية الكعبة مش كبيرة، هكا كي كعبة العظم تقريبا. حسيلو برشا تعرفوا، واللي ما يعرفوش هكا نتصور تصويرة واضحة وفي متناول الوصفة، في متناول الجميع. أي واحدة تنجم تعملها بالنسبة للمبتدئات. هكا تحطوها بين صوابعكم البنات وتنزل عليها لين تطلع الحجم هذاك هو المناسب، كان للفريكاسي ولا الفطاير. شفتوا البنات كيفاش هذيك هي الحجم اللي حشدنا بيه. من بعد باش نغطيها، باش نوريكم 4 كعبات تقريبا كهو ولا 3، والباقي نكمل وحدي. باش نغطيهم هذوكم نخليهم يرتاحوا شويه. من المفروض نخليهم يرتاحوا اقل شيء 4 ساعة، بما اني ما عادش بكري على الفطور ما خليتهمش يرتاحوا برشا. اما انتم خليهم 4 ساعة باش تجيكم معناها منفجة هكا الكعبة وناجحة 100%. باهي البنات حط شوية زيت تسخن، وتو باش نبدا نحل بالكعبة وباش نقليهم ديما كي تقليو على نار هادية، والزيت ما يكونش سخون برشا باش ما تحرقش، على خاطرها في ساعة يتبدل اللون متاعها. وتبعوا طريقتي تجيكم ماهيش شاربة الزيت، وتجيكم نوعا ما شايحة، وتجيك طرية ما شاء الله. باهي البنات كما شفتوا الكعبة الأولى بديت نحل فيها معاكم ونحط نقليها، وباش نحضر معاكم قهيوتي. وهذا هو فطورنا اليوم، فضل ونعمة من عند ربي، الحمد لله على النعم. باهي البنات حبيت نحكيكم معايا تشوفوا في الفيديو، كم خليكم مع الفيديو وفي نفس الوقت نحكيه باش نقصر الوقت هكا مع بعضنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حبيت نحكي البنات بالنسبة لأصحاب القنوات ولا حتى اللي ما عندهمش قنوات. فما أصحاب قنوات اللي كيفي واللي أكبر واللي أصغر. ماذا بينا ما نحطوش معناها كل آمالنا على القناة، وكل نبداو مركزين ياسر معاها، ونبداو معلقين أحلامنا كل بيها اللي هي باش تغير لنا حياتنا ولا باش تعمل، ولا حتى في الدنيا معناها في مشروع معين راهو ذاك المشروع باش يبدلك حياتك. احنا ديما نسعى، ديما نسعى وديما نحاولوا، وكما معروف انت عليك بالحركة وربي عليه بالبركة. معناها احنا نحاولوا نكونوا متفائلين ونخدموا زاد على رواحنا. ما فما شيء راهو يجي بالساهل، مستحيل تجيك حاجة بالساهل، كامل تتعب وتتمرمد وتصبر تصبر تصبر في اي مجال كان لازم معناها باش تتعدى على الحاجات هذوما. ديما خليها على ربي، واللي كاتب توا يصير، والله كان عندك زاد رزق عند ربي ما يضيعش. ما تخليك زاد معناها تيأس كان ما مشيتش معاك، ولا ديما كبش، ديما اخدم كبش في الحلمة متاعك. خليها على ربي، وكين كتبت لك حاجة والله أسهل ما يكون، اللي عند ربي مش بعيد. والدعاء خاصة الدعاء ديما البنات في قضاء الحوائج، أي حاجة في بالك تحب تعملها ديما ادعي، وخاصة الاستغفار راهو بالحق عن تجربة، راهو الاستغفار يقضي الحوائج. احط الحاجة اللي في بالك وانوي النية اللي معناها في مشروع ولا في خدمة واستغفر. سبحان الله ربي يستجيب الدعاء ويستجيب للاستغفار. وما نيأسوش ونقولوا وربي ما حقق لي شكل حاجة، ولا دعيت ما جات شكل حاجة، لعل فيها خير انها ما جاتكش. ديما اقرأ لعل فيها خير، ولا اله الا الله محمد رسول الله. هذه هي علاش حبيت نحكي لبنات اليوم. ان شاء الله ربي يجعلنا من المتفائلين، وان شاء الله ربي يسهل لنا في اللي فيه الخير في حياتنا كاملة. وما فيها باس زادة راهو كي نعاونوا بعضنا، ما فيها باس نحطوا اليد في اليد. راه الدنيا فانية والله ما يبقى فيها شيء، كان ساعدك يفعل الخير، تعمل الخير، اعمل الخير وانساه، وما نعملوش الشر بإذن الله إن شاء الله يا ربي. اعمل الخير وانساه، وتعملش هكا مثقال ذرة خير، راهو ربي يزيدها لك أضعاف وأضعاف. إن شاء الله ربي يجعلنا من الناس اللي تعمل الخير، وإن شاء الله ربي يهدينا ديما للطريق المستقيم. شفتوا البنات كيف جات الفطاير ما شاء الله طرية بالكدا بالكدا، ومعناها قد ما تاكل منها ما تشبعش، ما تكثروش برشا على خاطر الحاجات هذه تسمن بالكدا زاده. وهذيك البنات قهيوتي اللي المعتاده ما نحطش فيها سكر، نحبها قويه شويه. وكهو اليوم نهير القاضيه معناها الأسبوعية، ولا هي وش تشدني معناها القضية، نجم تكون تشدني جمعة، نجم تكون أكثر، نجم تكون أقل. بالطبيعة غسلت فريجيديري قبل كل شيء، هذيك ما نحطش القضية كما نغسلها. غسلت الفريجيدير ونشفتها وحطيت فيها القضية وتهنيت عليها. طب باش نرجع للصابون هاكا تغسل باش نهز ننشره. هو بصراحة ماهوش نهار متاع صابون اليوم، اما الله غالب ما نحبش نخليه، نحب نواظب معناه على غسلين ونتهنى عليه. هاكا يشيح، وفي ساعة دوب ما يشيح نرجعه ندخله نطويه خير من اللي يتعبالي بالغبرة. هاكا البنات باش نهز توا ننشره. هاكا شفتوه بالريح باش يطير الدبش كهو برهش باش نعمله. ان شاء الله ربي يلطف بينا وكهو. وتوا البنات بعد ما كملت تهنيت على دبش نشرته، تو في ساعة هو يشيح ما ياخذش برشا وقت، وباش نمشي ندخل كملت الفيراند هاك ظهر لي باش تظهر لكم في التصويرة البنات هذاك بعد ما مسحتها. شوفوا كيفاش رجعت تعبت بالغبرة كي العادة، جاب ربي ما سيقتش. توا نمسح الكلوار وننشفه ونرجع له التابي متاعه.
وكهو نتعدى للكوجينة، حطيت شوية غناء حسيلو، حفلت الجو في الكوجينة. ما شاركتكمش اليوم تبرت الفطور نتاع نصف النهار، هاكا في فيديو اخر على خاطر باش يجيكم طويل، ما حبيش نطول عليكم وتقلقوا من الفيديو. وباش نسكر الباب غير راني نصحت وغير نصور على الإضاءة، ما كانش ما نخليش الباب محلول على خاطر بصراحة ياسر غبرة. تو البنات عديت للكوجينة، هاكم تشوفوا الوضعية اللي فيها الكوجينة. ما شاء الله على كل لون يا كريم. الطاولة راني عندي مشكلة، وليت مع الطاولة ديما اي حاجة تحط فيها منديلة دبابس فارغة ساشي، اللي يجيب حاجة يحطها على الطاولة، اللي يجيب حاجة يحطها على الطاولة. حسيلو هاني فيسع باش نعمل فيها دورة تشوفوا ما تشدنيش برشا وقت، وكي يبدا ديما البال مرتاح وتبدا هكا في فورمه وعامله كيف ما تحسش بالقضيه، معناها تحس روحك فيسع باش تكملها. اما ساعات يهبط علينا بخل، ربي يلطف وكهو. وديما راهو كي تفيق بكري، راهو احلى حاجه الفيقان بكري بالحق، والله فيه لذة البنات كي تفيق بكري، تشرب قهيوتك على بكري، تقضي شورك بكري، طيب فطورك على بكري. وهاكا نجاهدوا انفسنا على الفيقان بكري. اليوم مثال فقنا 7:30، غدوة نفيقوا قبل بدرج ولا درجين، وكل يوم هكاك نقصوا درجين لين تلقى روحك تفيق بكري، كمل قضيتك على بكري. كاين ماشية تخدم هاكا تنظف دارك وتركح امورك وتفطر صغيراتك وان شاء الله ربي يعينك. كاين في الدار هاكا تكمل شورك على بكري، تتهنى عليه. كان عندك حاجة اخرى باش تعملها تلقى روحك فاضية بقية النهار. باهي البنات، هاكا بديت نغسل في الماعون، حكيت الرخامة قبل كل شيء واللافابو، وباش نبدا نغسل في الماعون. الحقيقة نغسل بالأمو، مرة هاكا نبدل أمو، مرة نبدل الفريل، كل مرة كيفاش. أما البريودة دي نغسل بالأمو، حطيت شوية أمو وجافيل وباش نبدأ نغسل هاكا بالحاجة كنت تشوفوا فيسع نكملها. بعد باش نسيقها ونحك الغاز والرخامات حسيلو كما تعرف قضية الكوجينة المعتادة. وبديت نفرز بالحاجة الخبز وكل الماكلة الفاضلة حطيتها في ساشي وحدها، حشيكم البوبيلة لمتها كيف في بلاصتها. المعون هكا نهز ونغسل بالحاجة في معناها تلقى روحك كي تنظم كي من هكاك في ساعة تكمل. وهو من أكثر الحاجات اللي بصراحة ما توفاش هي الكوجينة. كان جينا ما عندناش كوجينات خير، هاكا الدار يزي وناكلوا البرك اما شكونش يطيب لنا شهاوينا الكل. هذاك البنات لوموت بزالي على الطاوله. تو باش نعمل مسحه للطاوله بالأمو جافيل، ومن بعد معناها نشللها من غير أمو بالماء برك وهكا. تو باش نبدا نرجع في الماعون كل حاجه في بلاصتها. البلاستيك حطيته في البلاكار من هكا، السقطار نتاع الماعون حطيته في قجر، ما نحبش نحطه فوق الرخامه باش ننظم بالحويجه كل حاجه في بلاصتها. وديما البنات كي تنظموا بصفه عامه، مثال الماعون البولار كي حطوا بنظام، البلاستيك كيف هكاك راهي ما تدخلكش بعضها الكوجينه. مثال تحب تعمل تنظيفات هكا كبيرة في الكوجينة، كل مرة خذ بارتي، مرة خذ القجر هذايا، مرة القجر الاخر، ما تجيبهاش كل ما بعضها بصراحة التعب ما بعضها وتهد الحيل. ربي يعيننا وكهو. هاكا كنت قبل نهبطها فرد نهار، نهبط الماعون الكل، نهبط القجرات الكل، ما نخلي فيها شيء. يحب لي لليل فيها. شواليت نعمل ناخذ مثال كل مرة بارتي، هذيك ننظمها نتهنى عليها، نمسح لها البلاكار متاعها هكاكا. تجيني اسهل وما نتعبش. توا البنات باش نسيقها ان شاء الله كان سهل ربي. اكل البوندة هذيك اللي جاية تحت البلاكارات هذيك كل مرة حتى كي دهناها في قبل رمضان، لا بعد رمضان، في ساعة نحى الدهن خاطر تسيق ديما في ساعة نحى. نحب هذيك نعملها كعبات فايونس هكاكا، يولي خير ما عادش لا يتقرقش لا حتى شيء.
وعندي الباب من هكا ممكن تشوفوا فيه ضوء، باب الكوجينة، والغبرة جاي الريح جاي من غادي، راهي تعبيت بالغبرة الكوجينة تعبيت. هكا علاش حبيت نسيقها خير. حطيت لها اومو جافيل، وماذا بيكم ما تكثروش من جافيل. بالنسبه للجافيل البارتير راهو يبهت اللون، ماذا بيكم حطوا اومو ولا بريل ولا اي برودوي عندكم، وجافيل شويه برا. هو لازم بصراحه جافيل، ريحه الجافيل تبدا على ما بنها في الدار. ومن بعد حطيت شويه غريزي في سط المسحان، مسحت به الدار الكل، بقات ريحتها بنينه. باك هذيك المجمل حاسينه ما نعرفش شنو اسمه بالضبط. المهم الفواح هذاك متاع الجمل بصراحه ريحته بنينه على الاخر، خاصه اللي لونه ابيض. مش اشهار، اما من اعز البرودويات اللي تنجم تستعملهم، يخليو ريحه بنينه في الدار. كملت البنات هكا، نشفتها تو باش نرجع الكراسي. وكهو كملنا، وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنساوش الجيم والكومنتير اللي حفزني، وتفرجوا في الفيديو للاخر. ان شاء الله ربي يخليكم ليا، ان شاء الله ربي يدوم عشرتنا في الخير يا ربي. وما بقى لي كان نقولكم بسلامه.